أخطر مجرم عرفته مصر خط الصعيد الحقيقي مات ب21 طلقة ووالدته رفضت جثته. محمد منصور صاحب لقب الخط الأصلي من أشهر السفاحين في تاريخ مصر. اتولد محمد منصور أو خط الصعيد في قرية درونقة التابعة لمركز أسيوط سنة 1907، وبدأت حكايته لما وقعت خناقة بين عيلة منصور وعيلة حميد مع واحد اسمه توسن، واللي نتج عنها قتل واحد من عيلة حميد. وكان الرد سريع من عيلة حميد، ابتدوا يدوروا عليه لكن ما لقوهوش لأنه هرب على الجبل علشان يستخبى، واتاخد الطار من 2 من اخواته. بعد ما طلع الجبل اتلمت حواليه المطاريد والحرامية والخارجين عن القانون، وابتدوا فرض سطوتهم وسرقوا وقتلوا وتاجروا في المخدرات والسلاح. ارتكب الخط أكتر من 20 جريمة قتل وشروع في قتل لحد ما سمع صيته في مصر كلها، لحد ما وصل للملك فاروق. وبسبب ان قام خط الصعيد بخطف طفل صغير وطلب فدية عنه، تم عمل عدة أكمنة له، وحصلت معركة بينه وبين البوليس اللي انتهت بمقتله ب21 طلقة في جسمه.